في جمع 2,029,592 توقيع. ال 2,029,592 توقيع دول لسحب الثقة من رئيس الجمهورية خلال 10 أيام. ده تم الجمع، يعني مش السحب خلال 10 أيام، ولكن هذه التوقيعات كلها تم جمعها في 10 أيام فقط من لحظة انطلاق الحملة أواخر شهر إبريل اللي فات في مختلف المحافظات المصرية. حملة تمرد قالت في مؤتمر صحفي النهارده تم تنظيمه ان التوقيعات على سحب الثقة من رئيس الجمهورية كانت من 26 محافظة، في مقدمتها القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية. مفيش حد بيقدر يقف إرادة الشعب المصري. أعتقد إن 2,029,000 في غضون 10 أيام من الحملة، ده معناه إن الشعب المصري اوريدي سحب الثقة من محمد مرسي. وبهذه النتيجة أعتقد إنه قبل 30 يونيو هنأكد إن ال 15 مليون توقيع معانا، وربما يكون أكثر من ذلك. هنقول الأرقام من البداية. القاهرة 700,000، الجيزة 85,000، القليوبية 160,000، الإسكندرية 180,000، سوهاج 40,000، دمياط 50,000، الدقهلية 195,000، السويس 10,000، كفر الشيخ 16,000، الأقصر 7,000، أسوان 4,500، بورسعيد 60,000، الغربية 200,000، قنا 10,000، المنوفية 160,000، الإسماعيلية 15,000، بني سويف 4,000، المنيا 10,000، الشرقية 100,000، أسيوط 8,000، الفيوم 1200، الوادي الجديد 100، شمال سيناء 150، جنوب سيناء 50، البحر الأحمر 2000، مرسى مطروح 55. أخيرا حابب أوجه شكر لكل المتمردين، لكل الشعب المصري اللي فعلا أثبت أنه هو صاحب الشرعية الوحيدة، وانه اي حد هيلجأ للشعب المصري مش هيخذله. اذا كان الرئيس محمد مرسي مقتنع ان لديهم الشرعية في الشارع، مقتنعين ان لديهم اغلبية، بنقول لهم يلا نلجأ للشعب المصري صاحب الثقة صاحب الشرعية، اما ان يمنحكم الثقة مرة اخرى واما ان يسحبها. ارقامنا بتقول ان الشعب المصري بدأ يسحب منكم الثقة. لو انتوا واثقين في نفسكم انزلوا لنا وتعالوا نعمل انتخابات رئاسية مبكرة. احنا ما بنفرضش وصاية على حد، احنا بنقول الشعب اعطاكم الثقة، الشعب يسحب منكم الثقة، الشعب سيجدد لكم الثقة. طبعا الأرقام المختلفة اللي حضراتكم سمعتوها دي من الممكن أن تكون مؤشر حقيقي على ارتفاع أو انخفاض شعبية خاصة برئيس الجمهورية، خاصة باتجاه سياسي، ولكن بطبيعة الحال الدعوة للانتخابات في نهاية الأمر هتشير لخريطة سياسية مختلفة تماما عن اللي كنا بنتابعه على مدى الشهور اللي فاتت.